عمرك فكرت ليه أغلب الناس بتضيع وقتها على الإنترنت ومش بتشتري؟ والسبب مش دايما في البرودكت، السبب هو الطريقة اللي البراند بيقدم بيها نفسه. أول حاجة لازم تعملها تكون عارف جمهورك، مين اللي بيشتري، سنه ايه، واهتماماته. من غير الخطوة دي أي أد هتعمله هيفشل. مثال، لو بتبيع كورسات مش كل الناس هتشتري منك على طول. لازم الناس تشوفك وانت بتشرح وتعرف ازاي بتوصل المعلومة صح ليه عشان يثق فيك ويشترك. تاني حاجة الكونتنت، مش أي كونتنت مفيد. الكونتنت المفيد بيحل مشكلة أو يشد انتباهك ويكون فيه CTA واضح. كل ده بيزود الانجيجمنت والواتش تايم بتاعك، وده اللي ممكن يخلي الناس تتابعك أكتر وتثق فيك وتشتري منك. تالت خطوة تتابع الأداء بتاعك سواء كان من جوجل أناليتكس أو فيسبوك انسايتس، وده بتعرف منه CTR والCPM، ولازم تكون متابع الأرقام دي كويس. وكل تعديل لازم يبقى مبني على الأرقام مش الإحساس، لأن الأرقام هي اللي بتحول المحتوى العادي لنجاح. لو طبقت القواعد دي صح هتعرف تزود مبيعاتك بنسبة كبيرة وتكبر البراند بتاعك بسرعة. ولو حابب تعرف أكتر اعمل فولو، سبسكرايب، ولايك على الفيديو.